السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. وحشتوني كتير خالص من الفيديو اللي فات. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكشري المصري في حلة واحدة من غير اي مواعين كتير. هتحضريه في 10 دقايق بس ان شاء الله. طريقته النهاردة تطلع معاكي ممتازة. جربي الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا. يلا نسمي الله ونخش على الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا عندي 3 بصلات كبار مقطعاه قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين. خليه على قد ما تقدري. رفعي في القطع بتاعته علشان ينشف معاكي ويكون لونه حلو. حطيت عليه معلقه كبيره من الدقيق ومعلقه كبيره من النشا. لو مش عندك دقيق ممكن تحطي معلقتين كبار من النشا. قلبتهم كويس في النشا والدقيق، وبعد كده 3 معالق كبار او 4 معالق من الزيت. خليتهم يسخنوا كويس وحطيت البصل على طول. هفضل اقلب فيهم كده تقليب مستمر عشان كله ياخد نفس اللون زي ما انتم شايفين كده. هقلب على طول، ما ينفعش احش ايدي كده من على التقليب علشان كله انا عايزه البصل كله ياخد نفس درجه اللون. وما تخليهوش غامق زياده عن اللزوم عشان ما يمررش معاكم. يعني اللون المظبوط كده، وطلعه على طول على مناديل طبعا. وهتفرديه كده علشان يفضل كريسبي. خلصنا خلاص التحمير. حرم الزيت؟ لا. هغير الحله؟ لا، بنفس الزيت اللي انا حمرت بيه البصل هنزل كده بنص كوبايه من الشعريه. هقلبها كويس وعندي كوبايه من الرز. هفضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون بنفس الزيت اللي انا عملت بيه البصل. طعم الزيت ده اصلا هيكون خطير لوحده. كوبايه كده من الرز غسلتها كويس وصفيتها، وبعد كده هنزل على طول على الشعريه بالرز. هقلب لحد كده اما يتشمع معايا، وبعد كده هنزل ببقيه المكونات بتاعتي. اي مكرونه انت حباها، واي مكرونه عندك، اي كميه انت حباها. مكرونه جلم، مكرونه سباكيتي، مكرونه صغيره زي ما انت شايفه كده. حاطه كل انواع المكرونات. اي مكرونه عندك انت بتحبيها حطيها. حطيت كده المكرونه الصغيره كلها، وهسيب السباكيتي في الاخر زي ما انتم شايفين كده طبعا. والكميه اللي انت حباها. هحط كده المكرونه على الرز على الشعريه. انا عايزه كده يتشمعوا معايا كله كده يسخن كويس، وبعد كده هنكمل الخطوات. اوعي تنسي تحط اللايك. هنا كده حطيت مكعبين من الماجي او مرقه الدجاج زي ما تحبي، اي نوع انت بتفضليه. بيدوله طعم حلو بصراحه. وكمان لو مش عندك او انت بتحبي او انت بتفضلي ما تحطيش، ممكن ما تحطيش، تستنى على الخطوه دي تماما. عندي نص كوبايه من العدس الاسمر، عدس بجيبه. عملت فيها ايه؟ مش سلقتها ولا اي حاجه خالص. حطيت عليها شويه ميه مغليه لمده 5 دقايق بالظبط. يخمر معايا شويه، وبعد كده غسلتها كويس وحطيتها على الكشري زي ما انتم شايفين كده. هفضل اقلب فيها برضو لحد ما يسخن معايا. بعد كده اخر خطوه الاخيره خالص المكرونه سباكيتي. ما تتجلبش ولا اي حاجه خالص. بعد كده هنزل بالميه المغليه. ما تكتروش ميه، المكرونه ما بتحبش الميه الكتير. ما تكتروش ميه، خلوا بس بالظبط فوق المكرونه كده يعني بنص العجله بتاعتنا كده. يعني ما تكتروش في الميه عشان المكرونه ما تحبش الميه الكتير. بعد كده طبعا هتزودي شويه من الملح. ما تكتريش ملح عشان انت حاطه كمان مكعبات من الماجي، عشان طبعا هي بتبقى فيها ملح. وشويه كده من الكمون او الفلفل الاسمر زي ما تحبي. وبعد كده هغطي عليه، وبعد 5 دقايق او اقل من 5 دقايق هوطي عليه على نار هاديه خالص واسيبه يستوي براحته. هنعمل مع بعض الدجه بتاعته او التخديعه بتاعته زي ما بيسموها. بعد كده نزلت كده بمعلقه كبيره من الثوم على معلقتين من الزيت. هخليهم كده ياخدوا لون، وبعد كده هنزل عليهم بالطماطم بتاعتي. طبعا يعني نص كيلو كده من الطماطم او كيلو الا ربع. بعد كده نزلت بالملح، واحط كمان نص معلقه من السكر، واحط فلفل اسمر وكمون. ولو حابين تحطوا مكعب كده من الشوربه حطوا. وهخليه كده يسبك براحته كويس. ولو حابين تحطوا شطه هخليه يسبك كويس كده من غير اي ميه، وبعد كده هزود ميه. تعالوا اوريكم شكل الكشري كده بعد ما الميه نشفت. شايفين؟ من غير توسيخ حلل ومن غير مواعين كتير ومن غير. ههدي عليه النار خالص واسيبه يستوي براحته. ما بياخدش وقت خالص في السوا زي الرز. لو اول مره تشوفيني يا حبيبه قلبي ما تنسيش الاشتراك في القناه وكمان اللايك والكومنت الحلو. تعالى نشوف الصلصه. ما شاء الله
ريحتها رهيبة. بس ما تنسوش تحطوا عليها نص معلقة من السكر عشان الحموضة. حطيت عليها كده نص كوباية من المية، هخليها تغلي غلوتين 3 وبعد كده هطفي عليها. تعالوا نعمل مع بعض الدجة. هحط نص كوباية من المية، هنزل عليها بربع معلقة من الثوم زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بحوالي 5 ليمونات او 6 معصورين، وبعد كده هنزل عليها ب3 4 معالق كبار من الخل. زي ما انتم شايفين كده. هحط كمان شويه من الملح وشويه من الكمون، وهسيبهم يغلوا غلوتين 3 كده واطفي عليهم. شايفين مفيش اسهل ولا اسرع ولا ابسط من كده. شويه كشري في البيت عظمه. تعالوا شوفوا طبق الكشري بره بقى بكام. انت هتعمليه في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا، وكمان من غير توسيخ مواعين كتير، وهيطلع معاكي زي العسل، وهتعملي كميه حلوه جدا، وكمان هتاكلي البيت كله بتكلفه طبق واحد هتشتريه من بره. خمرت شويه حمص كده من بالليل، وبعد كده سلقتهم. ما اخدش معايا وقت خالص في السلق، باخد معايا بالظبط 5 دقايق وبطفي عليه النار. لو مش عندك حمص ممكن تستعمل على الخطوه دي تماما. هنغرف كده مع بعض طبق الكشري العظمه ده، خطير بصراحه، طعمه رهيب. جربوه كده ان شاء الله هيعجبكم جدا. اي مكرونه عندك بيبقى كده شويه كده من كل كيس. طبعا احنا كستات بيوت كل شويه تلاقي فيه كيس باقي فيه شويه شويه شويه. جمعي الكياس دي على بعضيها، وهاتي شويه عدس، وهاتي كمان شويه حمص، واعملي بصلاتين، وهتعملي احلى طبق كشري في البيت، وكمان هيطلع معاكي زي العسل. شايفين ما شاء الله. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. وكمان البصل عسل ازاي. لو اول مره تشوفيني كده يا حبيبه قلبي، ما تنسينيش في الاشتراك وكمان اللايك والكومنت الحلو، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي كده بتابعوني منين بالظبط، ولو ليكوا اي وصفه اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله وانا هعملها لكم على طول. طبعا انا ما عملتش الشطه عشان احنا بصراحه ما بنحبش الحاجه الحراجه. لو حابين تعملوا شطه كده او الزيت اللي اعملوه بطريقه سهله وبسيطه خالص. انا بصراحه ما بنحبش كشري الحراج. انا بحط كده شويه من الشطه على الصلصه وبنستكفي بالطريقه دي. يا رب يكون الفيديو افادكم، والسلام عليكم ورحمه الله.